صباح الخير، ازيكم وان شاء الله يا رب تبقوا بخير. النهارده هجهز معاكم السبانخ باللحم وهنعملها بطريقه مبسطه ان شاء الله تعجب كل اللي هيدوقها. هنشوف ايه التركه اللي هتخليها ليها طعم مميز والشكل الحلو ده باذن الله هتعجب الكل. اول حاجه نقول بسم الله، ولو مش عارفين انا اسمي رنا. انا هنا جبت حله كبيره وهبتدي هنزل عليها فيها بمعلقه كبيره من السمنه وهسيبها لغايه ما تسخن معايا خالص. بعدين جبت بصلة وسط وقطعتها مكعبات صغيرة مفروم ناعم، هسيبها لغاية ما تاخد معايا اللون الذهبي وبعدين بنزل عليها بمعلقة صغيرة من الثوم. انا مش عايزة البصلة تبقى ذهبي غامق علشان ما تمررش معايا زي الفل. بعدين بنزل عليها بكوبايتين كبار من عصير الطماط، هفضل اقلب فيها كويس جدا وبعدين هسيبها على نار متوسطة لغاية ما تتسبك معايا. كده خلاص كانت اتسبكت معايا، هبتدي انزل عليها بمعلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الملح. هقلب كل المكونات مع بعض. تمام زي الفل. شايفين لما بتتسبك بتبقى الكميه اصغر بشويه. هنا عندي كيلو مجمد من السبانخ ومقطعه عليها ربطه من الشبت وربطه من الكزبره. ما تستكتريش الكيلو. الكزبره السبانخ بطبعها بتصغر في الطبيخ، يعني حجمها بيقل. هنقلب كويس جدا لغايه ما تفك معايا خالص بالشكل ده. بعد ما بتفك معايا بنزل عليها بكبشتين كبار من الشوربه بتاعتي وهسيبها على نار متوسطه تغلي معايا. بعدين الخطوه الجايه هبتدي اجيب معلقه كبيره من السمنه وهنزل عليها بمعلقتين كبار من الرز اللي انا غسلاه ومصفياه كويس جدا. هبتدي احمص دلوقتي الرز لغايه ما يديني اللون الذهبي. زي الفل. بعدين بيوصل معايا للدرجه دي اهو، زي الفل كده ولونه حلو قوي. كده يعتبر خلاص الرز بتاعي بقى جاهز. هبتدي دلوقتي اخد الرز ده وانزل على السبانخ اللي انا سايباها على نار متوسطه. بسم الله. هقلب كله كده مع بعضه لغايه ما يغلي معايا وبعدين بخليها على نار هاديه جدا. زي الفل. هنا بقى السر في الطشه الحلوه اللي احنا هنعملها وننزل بيها على السبانخ. معلقه كبيره من السمنه، هنزل عليها بمعلقه كبيره من الثوم لغايه ما الثومه عندي تديني اللون الذهبي. زي الفل. هنا خلاص التومه بتاعتي بقت جاهزه، هنزل عليها بمعلقه من الكزبره وهقلب كله مع بعضه كده. الريحه كانت فظيعه كده زي الفل. هاخد دلوقتي الطاسه الحلوه دي بسم الله وهنزل على وش السبانخ. فظيعه يا جماعه، تحفه بجد، جربوها. شايفين اصلا لون السبانخ حلو ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك. كده خلاص انا الطبيخ بتاعي بقى جاهز وبالفعل انا كنت سلقه اللحمه. هبتدي دلوقتي اخد قطع اللحمه بتاعتي وانزل بيها على الطبيخ بتاعي علشان كله يتشرب من بعضه. وطبعا بياخد الطعم، اللحمه بتاخد من طعم السبانخ. هسيبها بقى في المرحله دي تاخد غلوه واحده بس مش اكتر، وبرضو على نار متوسطه وتخلص وبقدمها بالشكل الحلو قوي ده. بجد كانت تحفه. جربوا الوصفه لو عجبتكم ان شاء الله ان شاء الله تعجبك. اعملي لايك وشير واشتركي في القناه ان شاء الله تعجبك، وبالهنا والشفا مقدما. باي باي.